فصل. وأما تسميته قرآن الشيطان فمأثور عن التابعين، وقد روي فيه حديث مرفوع. قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: يا رب لعنتني فما عملي؟ قال: السحر. قال: فما قرآني؟ قال: الشعر. قال: فما كتابي؟ قال: الوشم. قال: فما طعامي؟ قال: كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما شرابي؟ قال: كل مسكر. قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق. قال: فما صوتي؟ قال: المزامير. قال: فما مصايدي؟ قال: النساء. هذا هو المعروف في هذا وقفه. وقد رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول موقوف على ابن مسعود، نعم، وهذا مرفوع، نعم. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد الشيطان وحيله: حدثنا أبو بكر التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا ابن زحر عن علي بن يزيد ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما، فاجعل لي بيتا. قال: الحمام. قال: فاجعل لي مجلسا. قال: الأسواق ومجامع الطرق. قال: فاجعل لي طعاما. قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: اجعل لي شرابا. قال: كل مسكر. قال: فاجعل لي مؤذنا. قال: المزمار. قال: اجعل لي قرآنا. قال: الشعر. قال: اجعل لي كتابا. قال: الوشم. قال: اجعل لي حديثا. قال: الكذب. قال: اجعل لي رسلا. قال: الكهنة. قال: اجعل لي مصايد. قال: النساء. وشواهد هذا الأثر كثيرة، فكل جملة منه لها شاهد من السنة أو من القرآن. فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأما كون الشعر قرآنه فشاهده وأما كون الشعر قرآنه فشاهده ما رواه أبو داود في سننه من حديث جبير ابن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا استفتاح من استفتاحات الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة. نعم. وسبحان الله بكرة وأصيلا 3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. وهمزه الموتة، الموتة المباغتة يعني. نعم. ولما علم الله رسوله القرآن وهو كلامه صانه عن تعليم قرآن الشيطان. ولما علم الله رسوله القرآن وهو كلامه صانه عن تعليم قرآن الشيطان. وما علمناه الشعر من الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له. ولما علم الله رسوله القرآن وهو كلامه صانه عن تعليم قرآن الشيطان، وأخبر أنه لا ينبغي له، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وأما كون الوشم كتابه فإنه الذي يغرز في الجلد، تغرز الإبرة أو الموس في الجلد
ثم إذا ظهر الدم يجعل فيه شيء من الذرور الأسود فيتكون خط في الجلد يبقى. هذا من أمور الجاهلية منهي عنه، لعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. نعم. وأما كون الوشم كتابه فإنه من عمله وتزيينه، ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. الواشمة التي تعمل الوشم، والمستوشمة التي تطلب ذلك. نعم. فلعن الكاتبة والمكتوب عليها. نعم. وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامه فإن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه ويشارك آكله. والميتة فإذا أكل الإنسان ولم يسمي شاركه الشيطان يفرح بهذا. أما إذا سمى من يريد الأكل سمى الله إن الشيطان يبتعد. نعم. والميتة لا يذكر اسم الله عليها فهي وكل طعام لم يذكر عليه اسم الله من طعامه. نعم. ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. نعم. كل عظم ذكر اسم الله عليه ينشئ الله عليه لحما للجن يأكلونه. نعم. ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلم يبح لهم طعام الشياطين وهو متروك التسمية. ذكر اسم الله عليه، كل عظم ذكر اسم الله. أما العظم الذي لم يذكر وهو العظم الميتة هذا لا يكون طعاما للجن. وكيف يكون العظم طعاما للجن؟ لا يكسى لحما، يكسوه الله لحما لهم يأكلونه. نعم. وأما كون المسكر شرابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهو شرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره وشاركهم في عمله، فيشاركهم في عمله وشربه وإثمه وعقوبته. يعني الشيطان يشارك شراب الخمر، يشرب معهم لأنه شراب وهم جاءوا شربوا مع الشيطان. نعم. وأما كون الأسواق مجلسه ففي الحديث الآخر أنه يركز رايته بالسوق. عيشات الأسواق والصخاب هذه يعجب الشيطان، ولذلك الشيطان ينزل في الأسواق لأجل أن يشوش الناس بعضهم على بعض. نعم. وأما كون الأسواق مجلسه ففي الحديث الآخر أنه يركز رايته بالسوق، ولهذا يحضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والغش كلها في الأسواق. نعم. وكثير من عمله. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس صخابا في الأسواق، النبي تجنب الأسواق. نعم. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس صخابا بالأسواق. أما كون الحمام بيته فشاهده كونه غير محل للصلاة. وفي حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. اي نعم. فالحمام بيت الشيطان، ولهذا إذا أردت أن تدخله فإنك تقدم رجلك اليسرى وتقول بسم الله قبل الدخول، فإن هذا يطرد الشيطان عنك ما دمت في الحمام. نعم. وفي حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولأنه محل كشف العورات، وهو بيت مؤسس على النار، وهي مادة الشيطان التي خلق منها. نعم. وأما كون المزمار مؤذنة
ففي غاية المناسبة، فإن الغناء قرآنه، والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتصدية صلاته، فلا بد لهذه الصلاة من مؤذن. وما كان صلاتهم عند البيت يعني المشركين إلا مكاء وتصدية، لأنهم أتباع الشيطان. صلاة الشيطان هي المكاء والتصدية، تصفيق والصفير. نعم. وأما كون المزمار مؤذنة ففي غاية المناسبة، فإن الغناء قرآنه، والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتصدية صلاته، فلا بد لهذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأموم. فالمؤذن المزمار، والإمام المغني، والمأموم الحاضرون. نعم. وأما كون الكذب حديثة، فهو الكاذب الآمر بالكذب المزين له، فكل كذب يقع في العالم فهو تعليمه وحديثه. وأما كون الكهنة رسله، فلأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام. نعم. المشركون كانوا إذا حصلت لهم مشكلة يلجؤون إلى الكهان في حلها، ولهذا كانوا يتخذون الكهان في القبائل، في كل قبيلة كاهن يحل مشاكلهم ويتحاكمون إليه. نعم. وأما كون الكهنة رسله، فلأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام، ويصدقونهم ويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم، كما يفعل أتباع الرسل بالرسل، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم. الرسل يعني. نعم. فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل. فالكهنة رسل الشيطان حقيقة، أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه، ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب. ولما كان بين النوعين أعظم التضاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا وهو الذي يدعي الغيب يدعي علم الغيب صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكهانة لا تجتمع مع الوحي. الكهانة من الشيطان والوحي من الرحمن فلا يجتمعان. نعم. فإن الناس قسمان: أتباع الكهنة وأتباع رسل الله. فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل لا بد إما أن يكون من أتباع الشيطان وإما أن يكون من أتباع الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. فإن الناس قسمان: أتباع الكهنة وأتباع رسل الله، فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر قربه من الكاهن، ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن. وقوله: اجعل لي مصايد، قال: مصايدك النساء، فالنساء أعظم شبكة له يصطاد بهن الرجال. نقف على هذه الأخيرة، نقف عليها. نعم. وأما قوله: اجعل لي مصايد. نعم. اجعل لي مصايد. نعم. فضيلة الشيخ وفق. مصايد يصيد بها الناس، ما لقى أزين من النساء، هنا اللي يصيدنا الناس له. نعم.